بيحكوا بيقول كنت في أسوأ أيام حياتي، مشاكل كتيرة جاية عليا مرة واحدة، مرض في عيلتي وخسارة في شغلي وضغط نفسي عليا من كل حتة. بيقول كنت بحس إن خلاص الدنيا كلها ضدي وقلبي تقيل من الهم. بيقول في وسط الألم ده قررت أصبر، مش عشان نفسي بس، لا عشان ربنا قال لنا واصبر وما صبرك إلا بالله. بيقول كنت بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم وادعي ربنا يعطيني القوة ويكسر لي قيد الهم والضيق. الصبر كان صعب بس مع كل يوم بيعدي كنت بحس إن في نور صغير كده جوه قلبي، وفجأة بدأت الأمور تتحسن. المرض في عيلتي قل، الشغل رجع والرزق جه بطريقة ما كنتش أتخيلها نهائي. وأكتر حاجة فرحتني إني اتعلمت أكون قوي واتكل على ربنا حتى في أشد اللحظات في حياتي. الخلاصة إن الابتلاء مش نهاية العالم، هو امتحان وربنا بيختبر بيه إيماننا وصبرنا. والصبر مش بس انتظار، الصبر فعل، الصبر قوة، الصبر في دعوة مستمرة. وصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتزيدنا صبر وقوة، فما تنسوش تصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.